النهارده بقى هنبدأ نتكلم عن ازاي ببدأ اتعرف على الموقع او امتى ببدأ اتعرف على الموقع. ببدأ اتعرف على الموقع من وانا رايح المعاينة، من وانا تحت، من وانا لسه طالع او داخل الكومباوند او داخل العمارة اللي انا رايح اعمل فيها المعاينة او المكان اللي فيه الفيلا وما الى ذلك. فببدأ أتعرف على المكان من الجزئية دي، من المنطقة اللي فيها الكومباوند ده أو العمارة دي أو البيت ده، من الظروف المحيطة بيه. هل المكان ده مؤمن ولا مش مؤمن؟ هل المكان ده في دور عالي ولا في دور واطي؟ هل المنشأة أو العمارة اللي أنا هشتغل فيها دي مباني قديمة ولا مباني حديثة؟ ببدأ أدرس التفاصيل كلها. طب أنا مالي ومالي الحاجات دي؟ لا، إزاي؟ الحاجات دي من ضمن اساسيات الشغل، ان انا ابقى دارس المكان او الموقع اللي انا اشتغل فيه وعارف متطلباته هتبقى عايزه ايه. لو انا شغال في منشأة جديده غير لو انا مشتغل في منشأة متهالكه. الصيانه والشغل والحاجات اللي همر بيها هنا غير الحاجات اللي همر بيها هنا. لا، المكان ده او العماره دي في مكان مش مؤمن، مثلا منطقه شعبيه، وممكن يبقى محتاج ان انا العميل ده بيسافر مثلا باستمرار، محتاج امن البيت مثلا بباب حديد، محتاج امن الشبابيك بشبابيك حمايه، او اركب شطر او ايا كان. فكل دي معلومات بتبقى اضافيه ببدا ان انا اضيفها للعميل وانا بتكلم معاه. والله انت الموقع بتاعك محتاج كذا، الموقع بتاعك محتاج كذا، بناء على كذا فالموقع محتاج كذا. الدور، الموقع اللي انا رايح اعمل له معاينه ده، هل هي مثلا تاون، فيلا، دوبلكس، شقه في الدور الارضي، في الدور الاخير، في النص؟ بتفرق. اكيد بتفرق. كل معلومه بمر بيها في الموقع بتفرق معايا. فلو انا مثلا شغال في مكان مثلا قريب مثلا من خط قطر مثلا، فصوت القطر بيعمل ازعاج، فانا بالتالي محتاج اظبط قطاعات للصوت تكون كاتمه للصوت، محتاج امن البيت في حته الصوت والكلام ده كله عشان خاطر العميل ما ينزعجش كل شويه من صوت القطر مثلا او الترام او المترو او ايا كان. لو انا ساكن مثلا في مكان قريب من مدرسه مثلا، في وش في مدرسه مثلا، او بعد مني بشويه او قبل مني بشويه في مدرسه مثلا، المدرسه دي بيبقى في طابور الصبح وميكروفونات والكلام ده كله، محتاج امن العميل من حاجه زي كده. انا لاحظتها فببدا الفت نظر العميل ليها. والله في الحاجه الفلانيه فانا محتاج استخدم الحاجه الفلانيه عشان المشكله الفلانيه. العميل ده مثلا الشقه دي اخر دور، فانا محتاج انبه العميل ان انا محتاج مثلا عزل مائي وعزل حراري للسطح، وان انا امنه عشان خاطر مياه الامطار والشمس والحراره وما ضرش السقف. شغال مثلا في دور ارضي او في دور اول، الصوت والاتربه والحاجات دي كلها محتاجه مني تامين بشكل معين. فبالتالي كل خطوه او كل معلومه هاخدها من وانا داخل الموقع مهمه جدا ان انا ابقى دارسها وانا طالع الموقع بتاعي، اشوف التفاصيل بتاعته هتبقى عامله ازاي، واشوف تفاصيل تانية هتنفعني وانا بعمل المقايسه بتاعتي اللي انا هقدمها بقى فيما بعد للعميل. زي ايه مثلا؟ التونيش مثلا بتاع المكان ده، البضايع اللي هتيجي والحاجات دي هتطلع ازاي؟ هل في امكانيه مثلا ان انا اشغل ونش في الكومباوند ده؟ هل في امكانيه ان انا اشغل ونش في العماره دي؟ ولا مثلا هشتغل عمال على السلم، فهتفرق معايا في كوست التكلفه او في البادجت اللي هتحط للبند ده. هشتغل مثلا تشوينات عمال على السلم ولا هشتغل مثلا بونش؟ ففي تفاصيل كتير بمر بيها وبتعرض لها من دوري ان انا اراعيها وانا رايح اعمل المعاينه. فبالتالي بيبدا بالنسبه لي التعرف على المعاينه مش من اول ما بخش الموقع او من اول ما بخش المكان اللي انا هروح اعمل ليه المعاينه. لا، بالعكس، التعرف على المعاينه بيجي من وانا رايح لسه اعمل المعاينه. ببدا ادرس التفاصيل المحيطه بالمكان و... واحطها في دماغي او اسجلها كنوتس ان المحتاج للمكان ده واحد اتنين تلاته اربعه خمسه، وابدا اتكلم مع العميل والفت نظره ليها. فانا كده بدات ان انا اتعرف على المكان وطلعت اتعرفت على العميل، وبدات ان انا اعاين بقى الوحده او اعاين المكان اللي انا رايح اعمل له معاينه. فاول حاجه ببدا اتعرف بقى على المكان ذاته، ببدا اشوف بقى اخد لفه كده في الموقع
واتعرف على تفاصيله. هي كام غرفه بعيني كده، المباني دي متأكسة ومتربعة ولا لا المكان كله شطلات. بيقابلنا بعض العماير مثلا او بعض الشقق في كومباوندات مثلا، بتبقى البنايه مثلا مبنيه على مكان مثلا او في شارع، الشارع اصلا هو مش مستقيم، او هي على ناصيه والناصيه مش مستقيمه، فلاقي مثلا في شطلات في الحوائط. فدي جزئيه مهمه جدا لازم اخد بالي منها ولازم اراعيها. فتحات التهويه اللي موجوده، الشبابيك، هل الشبابيك دي مناسبه ومدخله هواء طبيعي واناره طبيعيه للمكان، ولا مش مناسبه ومش مدخله هواء ومش مدخله اناره؟ الكومباوند كله اماكن عاليه او الشارع كله عماير عاليه والشارع ضيق والشقه دي في الدور الاول او في الدور الثاني فالبيوت مضلله على بعضها، ونسبه الهواء والشمس اللي داخلالي في المكان ده تكاد تكون منعدمه. وبالتالي لازم اخلق حلول للعميل عشان استعوض عن الجزئيه دي. حجم المنافذ التهويه اللي موجوده مناسبه ولا مش مناسبه؟ المكان كله على الشارع ولا هو بس الريسبشن على الشارع وبقيه الغرف كلها من داخل البنايه على المناور، او البيت كله على الشارع ومفيش عندي حاجه على المناور. اماكن الصرف والتغذيه، اماكن الميه، اماكن الغاز، اماكن الكهرباء، الصواعد بتاعه الكهرباء اماكنها فين، وهل الخدمات دي متوصله لحد المكان عندي، الموقع عندي، ولا لسه الحاجات دي موجوده تحت. وهنتكلم بالتفصيل الحاجات دي بتبقى موجوده فين وابدا اتبعها ازاي وبدخل الخدمات بتاعتي بانهي شكل ان شاء الله في المرات اللي جايه. بس احنا دلوقتي بنتكلم على التعرف على الموقع. فاول حاجه بعملها ان انا بتعرف على الموقع من وانا رايح، ببدا اطلع اقابل العميل اتعرف بيه وابدا ابص للمكان بنفسي وادرس المكان واتعرف عليه واشوف ايه المميزات اللي موجوده وايه العيوب اللي موجوده عشان ابدا اتكلم فيها مع العميل. طيب عايزين نستعرض مع بعض ايه الحاجات اللي انا ممكن ابص لها، وايه المشاكل اللي انا ممكن اقابلها، وايه الحاجات اللي انا ممكن اخد بالي منها، والحاجات دي ممكن تكون ناتجه عن ايه واحلها ازاي واتكلم فيها ازاي، وهل الحلول دي بتبقى مكلفه ولا مش مكلفه. فدي كلها حاجات ونقط مهمه جدا هبدا اتكلم معاكم فيها ان شاء الله ابتداء من المره الجايه.